جالي سؤال بيقول: هل لازم أفرض قراراتي على الفريق ولا أتفاوض عشان نتحرك كلنا؟ الرد هنا بيقول إنه القائد الناجح مش ديكتاتور ومش ضعيف، هو مفاوض ذكي. خلي بالك من 3 حاجات مهمة جدا. نمرة 1، خليك مرن في الوسيلة، ثابت في الهدف، واسألهم ازاي نوصل للهدف ده. نمرة 2، لما تدي الفريق مساحة انه يقترح هتتفاجئ بإبداعاتهم. التفاوض الداخلي بيبني الثقة وبيخلي القرارات جماعية مش مفروضة على الناس. والقائد الذكي مش اللي بيكسب كل نقاش، لا، هو اللي بيكسب ولاء الفريق بذكاء ومرونة.